وأما ما يدعى إليه من الثورة المسلحة في 28 من نوفمبر فهو من ابتداع الخوارج الإخوانيين والسلفيين، مع ما يدعى بالحركات الثورية وما أشبه من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. وخطتهم في ذلك اليوم هي: يقوم التنظيم الدولي للإخوان بحملة إعلامية كبرى لتصوير الحدث كأنه ثورة شعبية سلمية ضد نظام الحكم. تقوم تجمعات الإخوانية ومعها بعض العناصر السلفية بالتحرك من بعض المساجد الكبرى، وتحديدا داخل المناطق الشعبية. ولذلك تم اختيار يوم الجمعة بقصد الحشد من الجماعات الإرهابية ودفع جماهير المصلين إلى المشاركة معهم والمضي بهم في مسيرات داخل المناطق الشعبية التي لهم فيها زخم. وتبدأ العناصر المجرمة المسلحة في ارتكاب أحداث عنف والادعاء أن النظام ورجاله هم الذين ارتكبوا هذه الأفعال. تقوم مجموعات من قناصة الإخوان بقتل بعض السلفيين والمواطنين وإلصاق الاتهام بالحكومة والشرطة والجيش، وتصوير هذه المشاهد وبثها على الفور إلى قناة الجزيرة ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف إثارة الجماهير وتحريضها، ومن أجل الوقيعة بين السلفيين ونظام الحكم. يتم الزحف إلى الميادين الهامة، ومن بينها ميدان رابعة مع حشد الأطفال والنساء في 3 ميادين رئيسة بهدف تصوير الحدث على أنه ثورة إسلامية مسلحة غرضها استعادة الشرعية، استئجار المئات من الإخوة البلطجية بأموال سخية تدفع لهم للمشاركة في القيام بأعمال العنف وحماية العناصر التكفيرية خاصة في الأماكن الشعبية. التنسيق مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان لإصدار بيانات إدانة ضد الحكومة والزعم بأنها ارتكبت مجازر ضد المتظاهرين السلميين، وإعداد حملة دولية لتشويه سمعة الجيش المصري وتحميله مسؤولية ما سيحدث. قيام عناصر إخوانية بارتداء ملابس الجيش والشرطة وارتكاب أعمال عنف في مناطق متعددة حتى يبدو الأمر وكأنه تعمد من الدولة لقتل المواطنين، مع تصوير ذلك وبثه إلى الجزيرة وغيرها. رفع المصاحف مع تعمد إهانتها وتمزيقها أو رميها على الأرض، كما تدعي الجبهة السلفية أنها ستخرج ويخرج المنتمون إليها يحملون المصاحف في الأيدي والسلاح تحت الثياب. فإذا أهينت المصاحف من هؤلاء زعموا أن الجيش والشرطة قد أهانوا كتاب الله جل وعلا، وهو ما يحضر له بعض عناصر الإخوان التي سترتدي ملابس عسكرية. وهذه تريد أن تحدث انشقاقا في صفوف الجيش والشرطة ورفضا لتمزيق المصاحف ورفضا للعنف وإراقة الدماء، فيؤدي هذا إلى حدوث ارتباك داخل تلك المؤسسات. إن البلاء الذي يضرب مصر من هؤلاء الخونة
يستدعي الوعي بمخططاتهم والمعرفة لمكرهم مع أخذ الأمور بجد ويقظة واهتمام وحذر. وليعلم الناس كل الناس أن هذا البلاء لا يرفع إلا بالتوبة إلى الله والإنابة إليه وترك الذنوب والمخالفات والفزع إلى رب الأرض والسماوات، ليبقى هذا البلد الطيب نقيا من هذا الرجس النجس، وليعود إلى أهله أمنهم وإقبالهم على أعمالهم واهتمامهم بالصالح من شؤونهم. وليعلم الناس كل الناس أن التكفير لا يحارب بالإباحية، وأن التطرف لا يقابل بتطرف مضاد، وأن التشدد لا يواجه بالتسيب، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم وخير الأمور أوساطها. إن أهل هذا البلد الطيب ينبغي أن لا يضيعوا في هذا التيه، ويجب أن لا يتبعثروا في الشعاب، ولكن يجب أن يعودوا إلى صحيح الدين وحقيقة الإسلام